بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله النهارده هنعمل وصفة من وصفات الجمبري. النهارده ان شاء الله هنعمل الكبيبة سهلة بإذن الله. معايا كوباية ونص رز طحنتوه، غسلته ونقعته ونشفته وطحنته في الكبة. ومعايا بقدونس، ومعايا كيلو جمبري، ومعايا 3 بصلات، ومعايا 10 فصوص ثوم، قرفة، فلفل اسود، ملح. ان شاء الله باذن الله نشوف الطريقه. هنحط ان شاء الله البصل الاول هنفرمه. حطيت البصل، احط البقدونس بعد ما فرمنا البصل. نضيف عليهم الجمبري، احط الثوم، لازم يا بنات نطحن البصل والخضار كويس قوي عشان ايه يبقى ناعم كده. تمام. الجمبري ما بياخدش الا ضربتين بالظبط. دلوقتي انا خلصت طحن ونصهم على بعض. هحط بقى، اضيف عليهم الرز المفروم. بسم الله. بعد كده اقلبهم كده في بعض. كده يا بنات انا خلطتهم اهم مع بعض. تعالوا نشوف هنعمل ايه في الحله. هنا جبت الحله، حطيت فيها شويه زيت، بشرة ونص بصله اهي، هنزل بيها في الحله بقى، يعني تاخد اللون البني كده. وهننزل بلتر من الميه. بصي، هي كده من غير سكر. يعني في ناس بتحط فيها سكر، بس انا ما بحطش فيها سكر لان بتلاقيها بتتمرر وتبقى يعني مش يعني زي ما انا عايزاها. فانا بسيبها كده تدي اللون البني الطبيعي، بديها واحده واحده كده معاها. سيبها خالص لما تدي اللون البني اضيف لها ميه، لكن ان انا احط سكر بتلاقي فيها طعمها مراره ما حبيتهاش. انا ضفت لها ميه بس لقيت الميه ناقصه فجبت ميه تانية. هسيبها تغلي عبال ما اقرص الكمية بتاعتي. انا هنا جبت حله حطيت فيها زيت عشان احضر الرز بالشعريه. انا بفضل الرز بالشعريه مع كل الاكلات. هقلب لحد ايه ما تخش تحمر شويه، هنزل بالرز. هنا هنزل بالرز بقى بطريقه احمر. هذا ما بنزلش بالميه على طول، لازم اعملها كده شويه رز ومكرونه مع بعض كده. انزل في الملح، هقلبهم. كده بقى انزل بشويه الميه. بسم الله. وهغطي عليه، اسيبه ايه يغلي واقوم مغطيه على طول. انا هنا يا بنات بعد ما سبت الميه تغلي جبت شويه زيت، جبت عجينه. وعندكم بقى ايه، في ناس بتعجن بالميه والملح عادي.
اللي حابب كده يعمل. انا بعمل ازاي كده اهو. بجيب شويه كده اهو، اعملها كده اهو. بسم الله. تنزل بيها في الميه المغليه. بسم الله. تاخد شويه زيت، بعملها كده اهو. اجيب شويه كده اهو كده اهو. معلش يا بنات عشان انا بحب اعمل حاجتي بايدي. بسم الله. ونخلص واوريكم بعد ما اخلص. انا كده خلصتها. هسيبها بقى 10 دقايق، متقعدش اكتر من 10 دقايق، هي متقعدش على النار كتير عشان ما تتهراش. هسيبها ان شاء الله ونرجع مع بعض تاني. كده كمان الرز خلص معايا اهو. سيبه بقى يبرد شويه. كده يا بنات خلص اهي. اطلعها. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده السمك اللي انا عايزاه بالتقريب. بسم الله ما شاء الله. هطلعها وارجع لكم تاني. هنا حبايب قلبي طلعنا الكوبيبه. هنقليها معاكم. بسم الله. ننزل في الزيت تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. متخافوش. هي تحمر من تحت، بنقلبها ونطلعها تاني. دي كانت وصفتنا النهارده. الكبيبه بتاعت الجمبري وشوربه الكوبيبه اللي احنا سلقنا فيها الكوبيبه. نسيت اقول لكم يا بنات ان انا قبل ما ننزل بالكوبيبه في الشوربه حاطط فيها شويه ملح. وده البتنجان اللي انا بعمله في البيت ان شاء الله باذن الله بعمل لكم فيديو عنه ملحه ازاي. دمتم في رعايه الله وامنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.